اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واهله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. جايلكم بقى بفيديو جديد. النهارده بقى هنعمل طريقه الجبنه الفلاحي في البيت وباسهل ما يمكن وباقل التكاليف عندنا. النهارده باذن الله جايلكم بقى بفضل خيركم. هنعمل زبده وهنعمل جبنه وهنعمل طبعا المش بتاعنا الجميل اللي عامل زي القشطه معانا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وحبيبي يا رسول الله. النهارده بقى جايالكم بقى بصوا الجبنه بتاعتي عامله ازاي وشكلها حلو. ولو لسه بقى مشتركتش في القناه اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد واللايك بتاعك للفيديو الجميل. النهارده باذن الله كده انا كده معايا 5 كيلو لبن. طبعا انا معايا 2 كيلو ونص. طبعا دول كانوا عندي في التلاجة، و2 كيلو ونص التانيين لسه صراحه جايين لي دلوقتي. طلعتهم ال2 كيلو ونص التانيين يفكوا شويه. تمام كده. قلت بس بحيث اللي هم يتحركوا معايا في قلب الكيس. طبعا ومعايا الاتنين التانيين الاتنين ونص طبعا لسه جايين دلوقتي. احنا هنا هنعمل بقى حركة جميلة قوي. هنخلي طبعا اللبن معانا ما ياخدش معانا وقت. طبعا احنا هنا هنعمل ايه؟ الحلة بتاعتنا هنشطفها كويس جدا بمية سخنة، والحلة بتاعتنا هندفيها ونروح طافيين عليها. تمام كده. هندفيها مش معنى ان احنا نولع عليها ونروح طافيين على طول، لا احنا عايزين الحلة بتاعتنا تبقى سخنة شوية. تمام كده. طبعا انا بفتح هنا الاكياس، بفتحها حته صغيره وبفضل انزلها كده وبضغط عليها. طبعا انا عايزه اللبن بتاعي يعمل معايا رغاوي. يعني ايه يعمل معاكي رغاوي؟ يعني اللي هو يكون لسه محلوب دلوقتي، عايزاه كانه لسه جاي من الجاموسه بتاعتي. تمام كده حبايبي. انا كده بفضي اللبن بتاعي. بصوا انا طول ما انا بفضي في الاكياس ما بسيبش فيها اي حاجه، طبعا عشان دي حرام، وفي نفس الوقت ايه، حرام مثلا ان هي بتتدهور في الاكياس او اي حاجه. تمام كده. انا بفتح حته صغيره وبمسك الكيس بتاعي بدوس عليه جامد عشان انا عايزاه يعمل معايا الرغاوي اللي انتوا شايفينها دي كويس قوي. تمام كده. انا هفضي معايا اللبن اللي هو طبعا لسه جاي. اللبن بتاعي اللي لسه جاي هفضيه، التاني هفضيه بعديها على طول. طبعا الحله بتاعتي مش هتاخد كل الكميه اللي معايا، بس هقولك حاجه، في ناس بتقول افضل يعني في التفال. انا عادي، انا جربته معاكي، هجربه معاكي دلوقتي في التفال وهجربه معاكي في الالمونيا، الاتنين زي بعض، مفيش فرق بين الاتنين. انت اهم حاجه في اللبن بتاعك انت بس تكون جايباه من حد موثوق فيه، او جايباه من حد يكون يعني من لبن لبان كويس. طبعا انا جايباه من عندي هنا، طبعا من ناس انا واثقه فيهم كويس قوي. طبعا انا معاملاهم وبجيب منهم. تمام. انا هنا كده خليت اللبن بتاعي، الحله بتاعتي سخنت شويه وطفيت عليها بحيث اللبن بتاعي كله يفك. طب انت طبعا هتقولي اللبن استحاله كله يفك، لا انا خليت اللبن زي دمع العين، سخنته شويه اللبن كله سبته معايا يفك. تمام كده. وعملت ايه؟ ورحت مغطيه على طول بالغطيان بتاعت الحلل بتاعتي. انا كده فرشت حاجه. طبعا انا هعمل بقى حاجه حلوه هنا قوي عشان اللبن بتاعي يعني ايه يجبن معايا على طول ويعمل معايا جبنه. تمام. انا جبت حاجه هنا هعمل ايه بقى؟ زي ما يكون عندك حاجه عايزه ادفيها بايه؟ هفرش حاجه الاول من تحت، واهم الحاجه اللي يكون الحاجات دي تكون بتدفي. تمام كده. انا هنا جبت فوطه كبيره رشتها من تحت، وجبت بقى بشكير كبير، ده برضو هلف كويس اللبن بتاعي من ورا. انا عايزه ما فيش اي حاجه من اللبن بتاعي تبقى من الحلل باينه، كله هغطيه زي ما كنت بتدفي عيل صغير او بتدفي حاجه. طبعا كده انا هنا غطيته كده 3 طبقات. تمام. ومدفيه اللبن بتاعي كويس. طبعا انا مش هخلي حد يجي ناحيه اللبن ده. طبعا يا حبيبي احنا حاطينه هنا، طبعا احنا عايزين الوش بتاعه ويطلع معانا بسم الله ما شاء الله يطلع معانا حلو. تمام. فاحنا هنحطه في مكان محدش يجي ناحيته. طبعا البشاكير بتاعتي دي نضيفه جدا، انا غسلاها طبعا وما بنستخدمهاش. فطبعا اهم حاجه في الحاجه اللبن اللي انت بتغطي بيها اللي هي طبعا تكون نظيفه، وما تكونش اهم حاجه فيها ريحه عشان اللبن ما يكرفش معاكي. طبعا ده كده ده تاني يوم. تمام. انا سبته يوم وده التاني. طبعا انا هعري معاكم واشوف معاكم انا لسه ولا شفته. تمام. انا ما خليتش اي حد يجي ناحيته. بسم الله ما شاء الله تبارك الله عليه. هنشوف بقى جمال القشطه بتاعتنا وجمال اللبن بتاعنا. ده اللي انا بقول لكم عليه حبايبي. الحاجه ادام بتتعمل بنيه راضيه وكده في روقان وفي بال رايق، طبعا الحاجه بتطلع معاكم بسم الله ما شاء الله عليها تبارك الله. بسم الله بسم الله ما شاء الله. يا ربنا يوسع بين ايديكم يا رب. انا معايا اللبن بسم الله ما شاء الله
الله اكبر عليه، ما خدش معايا وقت. وانا بوريكم الحلل بتاعتي دافيه جدا جدا. تمام. انا بسم الله ما شاء الله، بصوا القشطه بتاعتي عامله ازاي، ماسكه في اللبن، متدفيه كويس قوي. انا مدفياها بسم الله، انا بشيلها بسم الله كتيره. الله اكبر، اللهم صل على النبي. عامله ازاي، ما بتختلفش معايا في اي حاجه بقى. اهم حاجه اللبن بتاعي كويس، هو ده بالظبط اللي هيطلع معاكي، هيطلع معاكي جبنه حلوه. اللهم صل على النبي. طلع معايا احلى بالظبط من اقولك من الزبادي، يعني ده احلى من الزبادي كمان. تمام. انا كده بوريكم بس. انا عادي بستخدم ايدي، انا غسله ايدي كويس جدا جدا وبميه سخنه كمان. بغسلها بصابون وبرجع بغسلها بميه سخنه، لازم بغسلها بميه سخنه بحيث اللي هي تطهر ايدي، ما تكونش فيها اي حاجه من الصابون. طبعا دي معلومه انا بقولها لك، بحيث انت لو بتغسلي ايدك. بصوا هنا مفيش حاجه فارقه معايا بين الاتنين. عملتك معاكي في التيفال وعملت معاكي في الالومنيا، الاتنين مفيش فرق بينهم. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحسن من ايديكم ويبقى عندكم الخير والرزق دايما. طبعا انا بقى هعمل هنا حركة قوي، ده بصراحة هتدي معايا حاجة مختلفة تماما للجبنة بتاعتي. انا هنا هحط بالظبط اربع ساعات متواصلين في التلاجة. طبعا اللي بتختلف عندك في التلاجة بين ما بتتفتح كل شوية وبين مثلا ايه، وما بين اللي هي ايه بتبقى مقفولة. طبعا انا عندي تلاجة تانية بستخدمها، ودي التلاجة اللي جوه. تمام. التلاجة دي احنا ما جبناش، ما خليتش عيالي يجوا ناحيتها خالص، وسبتهم 4 ساعات متواصلين في قلب التلاجة، علشان يا حبايبي انا عايزه القشطه بتاعتي والجبنه يبقوا متماسكين، عشان لما اجي اشيل القشطه من على الوش تبقى معايا متماسكه واقدر اشيلها. تمام. وتتفصل معايا هي متفاصله معايا من الجبنه، فانا عايزه اشيلها بقى كده ايه بخيرها. بسم الله ما شاء الله عليها. تمام. انا بوريكم هنا اللي هي هنا في التلاجة قعدت، انا هقدر اشيلها بسهوله. تمام. بسم الله ما شاء الله عليها. بصوا وش القشطه معايا عامل ازاي، بسم الله تبارك الله، بسم الله ما شاء الله. بصوا انا برفعها ازاي، طبعا هي ساقعه جدا. تمام. شايفين يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله عليها وش القشطه، اللهم صل على النبي، عامل ازاي. ربنا يحسن بين ايديكم ويبقى عندكم الخير والرزق دايما يا رب. يلا حبايبي نذكر الله ونقول صلى الله وسلم على سيدنا محمد واهله واصحابه اجمعين. طبعا صلاة النبي مفيش احسن منها، طول ما هي في ذكرنا على طول. بسم الله ما شاء الله، ربنا بيبعت لنا رزق وبيبعت لنا خير وبيبعت لنا بركة. انا هنا رفعت معايا كده القشطة بتاعتي تمام كلها، بسم الله ما شاء الله عليها تبارك الله. هنا بقى ما تنسوش يا حبايبي اللايك طبعا للفيديو. هنا كده يا حبايبي رفعت كل القشطه من عليها، ولو في حاجه طبعا بملمس ايدي انا بحسها، طبعا ملمس الايد طبعا يا حبايبي بيفرق جدا عن المعلقه كمان. طبعا هي ساقعه معايا مش عايزه اقول لكم، بس انا هنا بحب استخدم ايدي عشان انا عايزه احس هنا بملمس الحاجه. تمام كده. انا جيت للحله التانية، بسم الله ما شاء الله عليها تبارك الله، مطلعه قشطه برضو معايا، اللهم صل على النبي، كويسه جدا جدا، اللهم صل على النبي. بصوا انا برفعها معايا ازاي، بجيبها بلمها كلها في جنب واحد. انا بلمها في جنب واحد ليه، عشان انا مش عايزه الزبده بتاعتي تهدر مني، يعني كلها بجمعها زي ايه، زي كوره كده في جنب واحد، زي ما احنا بنشتري القشطه كده معانا. بحب المها كلها كده بخيرها كلها كله. تمام كده. انا فصلت هنا كده طبعا الزبده بتاعتي، عملت الحلتين. بصوا بسم الله ما شاء الله عليها، اللي مش عايزه اقول لكم. طبعا بقى احنا هنا ما حطيناش منفعه ولا حطينا اي حاجه ولا خل. طبعا يا حبايبي انتوا عارفين اسعار اللبن دلوقتي، اللبن بكام بقى، ب20 جنيه. طبعا احنا نقدر نعمل الحاجه دي في البيت وموفره معانا جدا جدا. تمام. وهنستخدمها بقى في كذا حاجه. تمام كده يا حبايبي. انا هنا كده جبت الحصيره بتاعتي غسلاها كويس قوي قوي، لازما الحاجه بغسلها كويس. طبعا انا شاريه الحصيره دي. تمام. وانا بصراحه عامله لها الايدين دي عندي انا في البيت. طبعا جبت لها بقى صينيه من تحت، اي صينيه عندك، عشان افضي بها فيها ايه اللبن الجبنه بتاعتي. تمام. بس انا قبليها هحط شبكه. الشبكه دي ليه بقى، عشان انا عايزه الشبكه بتاعتي تبقى الجبنه بتاعتي محمله على الشبكه. طبعا انا بحطها دي حمايه
لايه بقى؟ للجبنه بتاعتي، بحيث الجبنه انزلها كلها في نفس المكان اللي انا منزلها فيه، ما تروحش مني ولا كده، يعني تفضل في المكان اللي انا مفضياها فيه. طبعا انا هنا حطيت الصينيه من تحت عشان الشرش بتاعت الجبنه بتاعتي ينزل في قلبيها. تمام. اللهم صل على النبي، صلوا يا حبايبي على النبي. هنا كده بسم الله ما شاء الله عليها، هنزل الجبنه بتاعتي. بصوا بسم الله ما شاء الله عامله ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا يا حبايبي بسم الله ما شاء الله على الجبنه وعلى اللبن بتاعي، فضلة خيركم الحاجه والله في البيت نعمه. هنا انا بمسك اللبن بتاعي، طبعا اللبن بتاعي لسه، طبعا ما انا لو كنت سبته يوم تاني تمام كان لسه كان قاعد معايا كمان شويه، كان لسه كل ما بيقعد معايا كل ما هيطلع لي الجبنه حلو. بس انا قلت بسم الله ما شاء الله عليه كده حلو. تمام. انا كده عملت الجبنه على اليمين. تمام. طبعا انا حطيت هنا الصينيه بتاعتي من تحت اهي، نزلت فيها الشرش ورفعتها بقى من شويه عشان ايه، طبعا هعلقها. تمام كده. فانا رفعت، طبعا هتعلقيها في ايه؟ همسكها هعلقها مثلا، همسك اليد بتاعتي دي هعلقها مثلا في جنب، هسيبه لتاني يوم محدش يروح ناحيته خالص. انا هنا طبعا بوريكم الشرش اللي هو نزل طبعا ايه من الجبنه. تمام. الشرش ده هينفعنا في كذا حاجه بعد كده، مش خلاص نزل من الجبنه، لا ده هينفعنا بعد كده. طبعا انا علقت خلاص علقتها. تمام. وركنتها على جنب محدش هيجي ناحيتها. تمام كده، ما تخليش اي الاولاد تيجي ناحيتها خالص. جبت بقى انا ده طبق طبعا انتوا عارفين اللي هو بيجي طبعا فيه جبنه رومي، في اي حاجه زبيب. طبعا انا جبته وخرمته بشوكه كده. تمام. وبحيث بقى اللي احنا نعمل ايه، عايزه مثلا ما عندكيش الحصيره تقدر تعملي مثلا، لو عندك اطباق من دي تقدري تشتريها. طبعا انا كده هسيبها في الطبق يوم. تمام. هخليها تنزل برضو معايا الجبنه، تبقى بسم الله ما شاء الله طالعه معايا عامله ازاي. هنا انا بعمل معايا كده شكل الجبنه. تمام. ده كده عديت بعديها بعد 4 ساعات بالظبط. الاربع ساعات 4 ساعات سبتهم، نزلت الشرش اللي فيهم كله. تمام. وعملت ايه بقى، ورحت جايباها. انا بعمل الحركه دي ليه؟ عارفين الجبنه اللي احنا بنشتريها من السوق، طبعا الحركه دي اللي بتعمل معايا ايه، بتعمل شكل الجبنه، عارفين اللي هي بتبقى فيها ده. انا بعمل اللي بتعمليها، يعني مثلا النهارده عملتها كده من الجنب التاني، خليت جنب ماجي منها، بروح ماسكه هنا من هنا اليد التانية وبدخلها في قلبي، بعملها خلف خلاف. تمام. عشان تدي شكل الجبنه معانا اللي احنا بنشتريها من السوق بالظبط، بتفرقش اي حاجه بينها. طبعا انا هنا بقى عملت ايه للقشطه بتاعتي، حطيتها في التلاجة. ماشي، عليت التلاجة لأعلى حاجة عندي. تمام. وحطيتها فيها، لان انا هوريكم بقى الطريقة لعمايل الزبدة ما تاخدش معاكم وقت بصراحة، وهتديكوا نتيجة هايلة قوي قوي. اللي انا احط القشطة بتاعتي في التلاجة. تمام. واروح عاملاها بقى ايه، احطها في التلاجة، والتلاجة دي اهم حاجة ما تتفتح، عشان دي بقى مش هتاخد معاكي الزبدة بتاعتك، مش هتاخد معاكي وقت لما تيجي بقى ايه تلفيها بايديك. هي لما تيجي تحطيها في التلاجة هتجمد معاكي. تمام. لفه في التانية في التالتة اهو زي ما انا بوريكم كده، بسم الله ما شاء الله ملمسها تخن شويه. لفه في التانية ابتدت تفصل، فصلت معايا كده وانا بوريكم. فدي بصراحه اللي هتعمل معاكي سمنه، هتعملها معاكي رائعه، مش هتاخد منك وقت خالص. تمام. هي كده ابتدت تفصل معايا خلاص، اتعمل كده زبده. فانا برضو بلمها من الجناب، اهم حاجه لازم انا المها من الجناب والمها من هنا عشان ما تهدرش معايا. تمام. انا كده بوريكم خلاص عملت معايا كده. هستخدم ايدي التانية، انا بوريكم بس. انا هعمل ايه بقى، همسك الزبده بتاعتي هكورها زي ما احنا بنشتريها بالظبط. انتوا عارفين يا حبايبي كل لما بندوس على الزبده بتطلع معانا لبن. في ناس والله ما بيدوسوا عليها وبيغشوها. طبعا احنا لما بنعمل اي حاجه في البيت طبعا بتبقى عمايل ايدينا واحنا عارفينها، انا بوريكم ما فيهاش لبن خالص تماما. فانتوا بتعرفوا من الزبده المغشوشه اللي هي كل ما بتضغطي عليها بتعمل ايه، بتنزل لبن معاكي. طبعا انا هنا بكورها كده، بفضل اكور فيها لغايه ما تديني الشكل اللي معايا، وفي نفس الوقت وانا بكور بضغط عليها. دي بصراحه
اللي هتدي معايا للزبدة، مش هتخلي معايا فيها لبن خالص. كل ما بكور بدوس عليها. طبعا انا هجيب هنا بقى سلطانية بتاعتي، هجيب مية ساقعة، تمام، قبليها حتى زيت مية ساقعة في التلاجة، تمام كده. هعمل بها ايه؟ هحط فيها الزبدة بتاعتي. ليه هتحطي فيها الزبدة بتاعتي؟ عشان لو في لبن في الجبنة هيطلع معايا في قلب المية، هيفصل معايا. فانا طبعا في الحركة دي مش اي حد بيعملها، تمام. وانا والله وحياة ربنا انا على قد ما بقدر بحب ان انا اعرفكم الحاجة، وربنا يحسن بين ايديكم يا رب. وصلوا بقى على الحبيب المصطفى، تمام. وما تنسوش بقى اللايك للفيديو. انا هنا كده بكورها وبفضل برضو ادوس عليها كويس قوي. هنا بقى اوريكم كده عشان لو فيها لبن، اللبن هيبان معايا. بصوا شايفين؟ لو فيها لبن هينزل معايا، تمام. انا قلت كده ما فيهاش لبن، بس برضو هكورها تاني، تمام. واتاكد برضو اللي هي ما فيهاش لبن. هتعرفي ازاي؟ طب لو هي فيها لبن، طبعا الميه دي هتبيض معايا، اللبن هيبتدي ينزل، تمام. هيفصل من الزبده ويبتدي ينزل منها، تمام كده يا حبايبي. احنا كده عملنا الزبده الفلاحي بتاع مامتي. والله مامتي بتعملها، مش عايزه اقول لكم بتعمل بال25 كيلو، ربنا يحسن من ايديها. بس طبعا ما بتعملش زينا كده بقى، بتعمل في القربه، انتوا عارفينها دي طبعا، تمام. انا كده اللبن بتاعي ده بقى هعمل بيه احلى حاجه. اللبن ده اسمه لبن حامض. انتوا عارفين طبعا اللبن الحامض ده سعره كام دلوقتي؟ طبعا الحاجه احنا عارفينها اللي هي غليت. بصوا انا حطيتها هنا وبلفها كده معايا، هي كده خلاص ما فيهاش لبن، تمام. اتاكدت كويس اللي هي ما فيهاش لبن، برضو بنزلها وبقلبها، تمام كده. انا كده هطلعها بقى من قلب الميه واحطها بقى في الطبق بتاعي، بصفيها كويس قوي، مش عايزه يبقى فيها ميه. برضو هنا بقلب دي برضو كده كويس، تمام كده. وهنزلها في قلب الطبق بتاعي كده ما فيهاش ميه، تمام كده. بصوا الميه بتاعتي ما فيهاش اي حاجه زي ما حطيتها، بس بسم الله ما شاء الله عليها الزبده، اللهم صل على النبي، الله اكبر. بصوا يا حبايبي، هم دول طلعوا كده من ال5 كيلو لبن معانا. فطبعا احنا لما نجيب كل شويه كيلو لبن، طبعا احنا بنستخدم اللبن ده كل يوم لاولادنا، وهنشيل نغليه ونشيل منه القشطه بتاعته، طبعا هيكون معانا قشطه مهوله طبعا. وهنيجي احنا نعملها بنفس طريقه الزبده، هتدي معانا، نعمل معانا جبنه الزبده بتاعتنا طول السنه، تمام كده. ومش هنحتاج نشتري زبده من بره، واحنا عارفين اسعار الحاجه دلوقتي كويس ايه. طبعا كده احنا معانا اللبن الحامض بتاعنا. يعني ايه ده؟ لبن حامض احنا بنسميه عندنا. هنعمل منه بقى مش، هنعمل منه ازاي مش بقى اللبن ده؟ هنجيب ايه؟ هنجيب، طبعا انت لو عندك كيس مخدة ما بتستخدمهوش، انا هنا عامله كيس للبن بتاعي ده مخصصاه للبن بتاعي بس، تمام. ما بحطش فيه اي حاجه تاني، وبفضل بقى بستخدم بيه وبغسله وبعينه في مكان. طبعا اهم حاجه ما يلقطش ريحه منك او اي حاجه او يكرف منك في اي حاجه، تمام كده. انا هنا حطيت معلقه الملح، تمام. لازم معلقه الملح دي عشان هي اللي هتديله الطعم معايا، تمام. دي طبعا ايه المش بتاعي. طبعا انت هتشوفي كده حته القماشه اللي انا عاملاها، انا مخيطاها، تمام. حته قماشه صغيره عادي، خيطها زي كيس المخده كده صغير، تمام كده. اقدر استفاد بيها، احط بقى فيها الخض بتاعنا، تمام. انا كده جبت سلطانيه دي هلبسها، احطها في قلب الكيس، تمام كده. لازما بقى هي دي حته القماشه، عادي لو عملت لها حبل كده وربطتيها فيه مفيش مشكله. بس انا عشان حبه اللبن قليلين اللي هما الخض، تمام، دول قليلين، فانا طبعا ايه هحكمها من فوق، اقفل بقها بس من فوق كده، تمام. وهعلقها في حاجه. لازما كده بنزل بقى كل اللي في قلب الطبق، بنزله كويس، تمام. زي ما بوريكم كده هرفعها بقى من السلطانيه، تمام. بصوا بقى هي كده بقى بتنقط معايا وبتنزل اللبن بتاعي، تمام. هو ده اللي انا عايزاه بالظبط، انا مش عايزه حاجه اكتر من كده. هربطها واعلقها تقعد كده يوم، ماشي. وهلاقيها صفت كل اللبن اللي فيها او الشرش اللي فيها، تمام كده. انا مش عايزه منها اكتر من كده. هي دي اللي بتعمل المش بتاعي، هي دي اللي هي شغلتها في الحكايه، اللي هي بتنزل الشرش بتاعي بس، تمام. انا هربطها واعلقها كويس، تمام كده.
وهخليها هي تفضل بقى تنقط كده في الشرش، هتصفي كل اللي في قلب الشرف، هتفضل. انا بقى هعمل ايه؟ هجيب مصفى احطها من تحتيها، بحيث ايه اللي انا مش عايزه اعلقه، انا هخليها بس تفضل تنقط ايه في قلب المصفى بتاعتي. تمام كده. بسم الله ما شاء الله. ده كده تاني يوم للجبنه بتاعتي. بسم الله ما شاء الله، خدت معايا شكل اللي احنا بنشتريها من بره، احلى طبعا واجمل، وحاجه في البيت وحاجه مضمونه. بصوا ما بتفرقش حاجه من اللي احنا غير اللي احنا بنجيبها من بره. تمام كده. طبعا دي بتبقى دايبه، بتبقى ناعمه، غير اللي احنا بنشتريها بتبقى شايلين خيرها كله. لا دي طبعا احنا مش عليات الخير بيبقى فيها. تمام. يعني ربنا يحسن من ايديكم وتقدروا تعملوا الحاجه وتجربوها في البيت. مفيش احسن ما بتعملوا الحاجه في البيت وبتعرفوا ان انتوا هتاكلوا عيالكم ايه. طبعا الحاجه دي بتجيب رزق وبركه في البيت. انا كده جبت طبق كبير. تمام. هرش فيه ملح. الملح ده بقى ليه؟ الملح ده عشان ده هيحافظ لي على الجبنه، وفي نفس الوقت هينزل لي الشرش اللي فيها. يعني لو الجبنه فيها شرش لسه منزلش اللبن، الملح بتاعي طبعا ده اللي هيمتص الشرش من اللبن. وبرضو الشرش اللي ينزل من اللبن هيحافظ لي برضو على الجبنه على قد ما تقدر في التلاجة. تمام كده. انا دي بسم الله ما شاء الله دول اللي طلعوا معايا من 5 كيلو. بسم الله ما شاء الله. انا ما بحبش اوزن، وبحبش اوزن الحاجه اللي انا بعملها صراحه. انا بسيبها بالبركه، زي ما بتدي ربنا بيطرح معايا البركه فيهم، انا بسيبها زي ما هي. تمام كده حبايبي. دي الجبنه بتاعتي طلعت شكلها حلو. تمام. انا هرشلها شويه ملح برضو من على الوش. تمام. بيدوها كده طعم. بصوا شكل الجبنه معايا زي اللي احنا بنشتريها من بره. بسم الله ما شاء الله عليها، مش عايزه اقول لكم عليها وعلى جمالها. كفايه الطعم بس بتاعت الجبنه انت بتعمليها في البيت، وحاجه انت ضمناها وعاملاها لاولادك كويس. تمام كده. انا كده طبعا الشرش بتاعنا، طبعا اللبن جه معانا اهو. بسم الله ما شاء الله عليه. كل الميه اللي فيه اتصفت. تمام كده. احنا بقى هنمسك البوله بتاعتنا، هنزل اوريكم بقى اللي هو ايه اللي هو نزل. هو ده الشرش بتاعنا، ده اللي بيبقى في اللبن اللي احنا بقى الشرش بتاعنا ده بقى ليه جنب تاني هنحتاجه طبعا للجبنه. لو انتي مثلا عامله كميه جبنه، ده تقدري تخزني فيه الجبنه بتاعتك في التلاجة على قد ما تقدري. هو ده اللي هيحافظ الجبنه عليها، هو الشرش ده اللي بيفيض من اللبن بتاعنا. هو ده بقى كده بسم الله ما شاء الله، حاجه كده عامله زي القشطه. يعني بسم الله ما شاء الله عليه. بصوا يعني هو كده الله اكبر. ربنا يحسن بين ايديكم ويا رب يكون عندكم الرزق والبركه دايما. متنسوش بقى حبايبي تدعموني باللايك، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد، واللايك للفيديو. وبشكر اخواتي وبعتولي في الكومنتات، انا بشكرهم جدا. يا رب يكون عند حسن ظنهم، ويا رب يكون بفيدكم على قد ما بقدر. وبحبكم جدا في الله، ويا رب يكونوا في حياتي نعمه. انا بحبكم والله. يا ربنا يحسن بين ايديكم ويبقى عندكم رزق وبركه، وربنا يزيد عندكم يا رب. احنا عارفين ان الحاجه اليومين دول غاليه، وعارفين الاسعار، فانتوا تقدروا تستفادوا بالحاجه. ومع قد ما بقدر اعمل لكم الحاجه في البيت وتستفادوا بيها. بسم الله ما شاء الله على المش بتاعنا. احنا كده طلعناه كله، فضينا كله طبعا اللي كان في القماشه. طبعا انا مش عايزه اقول لكم حبه المش دول لما بيجوا يتباعوا بيبقوا مش عايز طبعا ما بيطلعوش زي اللي انت عاملاه بالظبط. انا بوريكم كده اللي احنا عملناه 5 كيلو، عملنا منهم جبنه وعملنا منهم زبده وعملنا منهم مش طلعنا شرش. طبعا الشرش ده هنستفاد بيه في لو جبنه مثلا عندك، نقدر بنعمل بيه قرص، نقدر نستخدمه في اي حاجه. يعني بسم الله ما شاء الله ال5 كيلو طلعوا لنا حاجات كتير. الله اكبر على الزبده والجبنه والمش اللي احنا عملناه. اللهم صل على النبي. انا بقى عايزاكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. طبعا اللايك للفيديو، لاحلى فيديو النهارده، لاحلى جبنه، لاحلى زبده، لاحلى طبعا متابعين. وانا بشكر الناس اللي بتتابعني، ويا رب يكون عند حسن ظنهم دايما، ويا رب يكون هما في حياتي نعمه يا رب. هنا بقى انا بوريكم الشرشر مع طبعا اللي معايا فضل. طبعا الشرشر ده احنا طبعا هنجيب بطرمان كبير ونغسله ونحطه في التلاجة. هنحتاجه طبعا لما تبقى نعمل منه مش، هنحتاج منه طبعا، هنحتاج منه نعمل قرص، وهنعمل منه حاجات كتير. ويا رب ما كنتش طولت عليكم، واكون ضيفة خفيفة عليكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسيبكم في رعاية الله.